10 حاجات لازم أعملهم أول ما أبدأ متجر شوبيفاي جديد. الجزء التالت. لو هتستهدف أكتر من سوق وبلغات مختلفة فأنت محتاج تضيف لغة تانية للمتجر على حسب السوق اللي أنت هتستهدفه. منصة شوبيفاي بتدعم تقريبا كل اللغات فتقدر تعمل ده بسهولة. في الفيديو اللي فات احنا عملنا ماركت جديد للسوق السعودي، فهنضيف مثلا اللغة العربية كلغة تانية للمتجر بتاعنا. تقدر تعمل ده من خلال إنك تروح على settings وبعدين languages، هتلاقي اللغة الحالية هي الإنجليزي، هتدوس على add language وتختار العربي. دلوقتي انت ضفت اللغة العربي للمتجر لكن لسه مش ظاهرة فعلا للعملاء. هتدوس على 3 نقط وبعدين publish. لو عايز اللغة العربي تبقى هي اللغة الديفولت للمتجر أول ما العميل يفتح المين دومين بتاعك، هتدوس على 3 نقط وتختار set as domain default، هتختار العربي. لاحظ ان شوبيفاي هيغير ال URL بحيث ان الديفولت لانجوج وهي حاليا العربي هي اللي هتاخد الدومين الاساسي، واللغة التانية هي اللي هتاخد السب فولدر زي مثلا /in. وبكده لما المتجر بتاعك العملاء تدخل عليه هيبقى الدومين الاساسي على اللغة العربي. لاحظ كمان كلمة no translation، وده لان المتجر لسه الكونتنت اللي فيه بالانجليزي وما ترجمناش اي حاجة بالعربي. هتروح على شوبيفاي اب ستور ونعمل انستول لابلكيشن اسمه ترانسليت اب. انت كنت اتكلمت عليه في فيديو قبل كده عن اهم 5 تطبيقات لازم تضيفهم لمتجرك. هسيب لك اللينك في التعليقات عشان تقدر ترجع له. وده تطبيق بيساعدك ان انت تترجم اي حاجة موجودة عندك على المتجر، سواء البرودكتس، البوليسيز، الكوليكشنز، اي حاجة موجودة على المتجر. بعد ما تعمل انستول هيفتح معاك الابلكيشن. مثلا لو عايزين نترجم المنتجات هنروح على برودكتس ونختار المنتج ونترجم الاسم، description، الفاريانس واي حاجة انت محتاجها. ودلوقتي لو رحنا على نسخة المتجر اللي بالعربي هنلاقي المنتج بقى بالعربي. لو حولنا على اللغة التانية